دي جي حمادة المصري ريميكس. باسم كل الجامع الكبير، باسم البرنس حمادة المصري، باسم البرنس شبيب أحمد، باسم البرنس أحمد جابر، كله علشان البرنس محمد مصطفى، كله علشان البرنس الطب وأحمد شداد، كله عشان كل الناس، كله عشان أرض الجامع الكبير. قال يا اللي انت تعبان من حالك، ده حال غيرك أصعب من حالك، أيام وبنعديها ودينا بنخبط فيها. يا زمن لو بعتني خلي التمن غالي، ده أنا اتظلمت كتير وما لقيتش حد أشكيله عن حالي. لو سكت هنداك، ولو اتكلمت بتزعل كل الناس. راجل كبير وشكال عن حاله، صعب عليا مصر حاله قبل حاله. في ناس عايزة الصحة والمال، ناس عندها الصحة والستر، وناس عندها فلوس وقلة راسه، وناس بتعمل كل فصل وفصل، وناس بتدوس على الفقير لما بيخلص فصل. ركزوا في اللي هتسمعوه، ده حكاية ابنه وابوه. أب يا ناس وكان شديد، منع ابنه دخول البيت. أب يا ناس وكان شديد، منع ابنه دخول البيت. الابن ماشي في سكة غويطة، معروفة يا منص آخرها الموت. بقى السجن أكنه البيت، والشارع ده أكنه الغيط. عمل كل حاجة حرام، لسه يا مصر دخول النار. ما بقاش حد يا ناس بيهمه، لو كان أبوه أو كانت أمه. بقى البرشام بيجري في دمه، نسي أخوه ولا شال همه، علشان غلطة أب عبيط منع ابنه دخول البيت. فكر إني كده بيلمه، نسي اللي الابن اتغير دمه. البرشام بقى كل حياته، والكيف بقى أبوه وأمه. زملاته بقى كل حياته، ويمد إيده على حاجة إخواته. ماشي يا ناس في السكة غويطة، أولها على المتعة وآخرها الموتة. فكر إنه كده سلطان، لسه يتصل إنه إنسان. وآخر كلمة قالها لأمه، سامحيني يما وغرقان في دمه، سامحيني يما وغرقان في دمه، سامحيني يما وغرقان في دمه. وانتظرونا في كل جديد. موالي أحمد النص مشوار بعيد، وشكرا لحسن استماعكم. دي جي حمادة المصري ريميكس.